مساء الخير، مساء الحب، مساء الجمال والسعادة والعافية على عيونكم الحلوة. قبل شوية قاعدة، مع الأسف هم قاعدة متأخر، بس عندي مشوار كلش حلو كلش راح تحبوه. تغطية جميلة، بس أحتاج لي قهوة أو فد شي أخذ من الأسواق حتى أصحصح. برحة حلوة، سهرة عجبتكم مو الحوارات؟ لا، كلها بشفة وسوالف الوالدة. الحالة الطارئة مسوية ضجة. يا عمي كتبوا لي أي شيء تردون نحكي بيه، ألم العائلة السعيدة ونقعد نسولف. ما عليكم آراء مختلفة، عندكم الوالدة برأي من قديم الزمان، عندكم فهد هذا الحداثة آراء. بالمناسبة ترى كل المواضيع مال البارحة أنا ما انطيت وجهة نظري بيها، ذا تلاحظون، فقاعدين يناقشوني بالمسجات، كنتوا أنا لحد الآن ما انطيت وجهة نظري. مجرد هلا وخالة هلا وحبيبتي، مجرد أخذت رأي فهد وأم. طالعة الشمس والصيف مو راضي يخلص عندنا، ومنو مثلي متحمس يلبس الملابس الشتوية، ومنو مثلي بعد عنده ملابس صيفية جديدة ملابسها. والله العظيم أنا عندي هواية، عندنا هواية، بحيث أباوع شو أقول راد لي 10 أيام يوم ورا يوم طلعة ورا طلعة يا دوب أحللهن. فش اسوي؟ احنا مو يوميا نطلع، ومن زمان ما مسافرين، فما نبدل يوميا، نبدل ونطلع. شوفوا يا روحي، فهد هسه قاعد يقول لي يا كلاوتشيه هاي البارحه كلها استجواب الي ولامك، واحنا ما سمعنا وجهه نظرك، هسه يلا فطنتي. قال صدق هاي انا شلون فاتتني؟ تحطينا بوجه المدفع. صدق ما عرفت والله ما عرفت البارحه، بس احنا نحكي ايه؟ ما اعطيت رايها، بس تسال. لا ما يصير، ايه. ما اريد اخسر. حركه اعلاميه. ايه ما يصير، الاعلامي ما ينطي وجهه نظره، يسال فقط. يسال فقط. حلوه مو؟ اليوم لازم نسوي لك فقره. لا انا بس يا حبايب اللي محبي العقار يحبون يبيعون ويشترون ويستثمرون والهم خلق بالعقارات، اخذكم لموقع التصوير اللي قبل فتره قلت لكم وانتم جبتوا على اطلاع وياي. اشترينا شقتين انا وفهد بابراج النخله، باحلى موقع حاليا ببغداد بقلب الكرخ، يم مطار المثنى، اصلا قريب على منطقتي انا هناك قاعده. فتباوعون على يساركم المنصور، قبل الكاظميه، على اليمنى الشالشيه، بعد لي ورا تلقون محطه القطار، فكله حلو، كله حلو، سنتر وين ما تريدون كلها قريبه عليكم. ف الراحه مالتي شنو؟ لان انا سويت لكم تغطيه بالبدايه. الراحه مالتي انه كمل واحد من النماذج مال الشقه، كملت وتاثثت عندهم. فلما تشوفون يابا شنو رايكم باللاينر؟ ترى عجيب يا بنات، نتبدع مناي. شوف، رغم اني محصله دفره مناي وضبط سبحان الله. الموقع حتى اراويكم الصور، اول شيء لازم هاي سياراتهم الجميله الخاصه تكون موجوده. تتذكرون هذاك الشهر من اجيت هذا كله كان ماكو. شوفوا لي سرعه الانجاز والشغل ايش قد عندهم سريع، تشوفون في تطور مستمر، يعني ماكو كانت هاي كلها ماكو، سبحان الله. تشوفون. تحية لكم متابعيني الأحبة. طبعا جيت لأبراج النخلة، وقبل فترة طبعا جيت هذا أو أغلب هذا اللي نشوفه ما كان موجود. ما شاء الله على السرعة. أستاذ أحمد أمسيك بالخير. من الأشخاص صراحة اللي يساعدكم بهواية شغلات إذا كنتوا تحبون تستثمرون بهذا المكان أو تسكنون به. أستاذ أحمد، السرعة اللي دا أشوفها هنا عجيبة. طبعا شركة بيسي جروب تركيا اللي تبني طبعا المجمع، سرعة إنجاز الصراحة مو عادية، جدا سريعة فعلا. مثل تشوفين العمال على مدار 24 ساعة العمل، وهذا الإنجاز اللي تشوفيه. حلو. هاي البناية مالتنا صح؟ بناية نصورها؟ صوروه. هذه هنا طبعا احنا قبل لا تجين كان الشبابيك ماكو، قبل لا اجي اصلا هاي الشغلات كلها ماكو، يعني وصلنا لمرحلة الواجهات. بالفعل هو هذا احلى شيء. هذا المدخل مال البناية، هذا طبعا ريسبشن بارتفاع 7 متر. هذا الريسبشن نشوفه. الأحبة خليني أتناقش أني وأستاذ أحمد عن جمالية الخصوصية بهذا الريسبشن. نعم بالضبط. كل بناية عندنا من البنايات حيكون بها هذا الريسبشن.
ريسبشن أوكي. بارتفاع 7 متر، أها. ولوبي حيكون موظف ريسبشن الخصوصي. حلو. يعني حيكون منها المدخل من هنا هيجي. بالضبط. يبدي الريسبشن اها. اللي هو هذا موجود باللوبي، موظف ريسبشن حيكون، ونبدي بعدين نفوت بالطابق يعني المصاعد مباشرة. حلو. تصير مقابل. بس 7 امتار أي. يعني ما شاء هي الله. هذا اللي يدل على الفخامة يعني. احلى شيء. بالضبط. بحيث حتى دخولية- المكان من تفوته تحسه فخم. دخولية فندقية يعني. اها. حلو. بالضبط، وخصوصية هو يعني هذا حتى اللي أحلى عايش شيء. بصفكم مثلا. اي ما يعرف ايش دا يصير ما يصير. لا اللي يريد يدخل للبناية زين، وين رايح وين مين جاي. لازم. بالضبط. اوكي لازم. سكيورتي فهذا- عندنا قوي هنا. سكيورتي مو أي بالمداخل زين، وبالبناية حيكون احلى شيء. طيب ننتقل لمكان اخر حتى المشاهد الكريم يكون بالضبط. ويانا بالصوره. بالضبط. يلا شوفوا كبر المكان اللي يفتح النفس بصراحه. استاذ احمد نروح هذا الصوب. هاي شنو هذا الحفر هذا؟ هذا الاندر جراوند مالك. اوكي. يعني بدون هذه يسلحوها من جوا طبقه اولى. أوكي. بدون الخدمات موجوده، المي والمجاري والكهرباء وهذه الامور، بعدين الدنق، بعدين السقف اللي هو جوا. اللي احنا عليه. هذا الجراوند مالك. شكد حلو. الاندر جراوند على مساحه المشروع راح تكون بارك. شكد حلو شكد ولايه ويفتح النفس. يعني المكان حرفيا من احلى الاماكن والمجمعات اللي اني شافتها عيني ببغداد. بعد اكو عندنا شغلات حلوه، خليكم قريبين من سنابي. تعالوا. نموذج. طبعا الفرحه ما تسعني لانه اول شيء راح نصور الشقه المقاربه لشقتي، او هي شقتي هي شقتي بالاحرى بالضبط. صح؟ بس انا الاثاث يعني غير الحجيبه وهاي يمكن بعد يصير ذوقك. يمكن يصير ذوقك. احلى يمكن اقل ما ادري. شوف استاذ احمد صراحه اول شغله عجبتني ولفتت نظري نعم. انه كميه الخصوصيه. دا تشوف بالضبط. يعني اوكي هسه اني طلعت من هذا الباب تمام. الجوارين اللي ماكو. اللي صفج ماكو صح. متابعيني ماكو جوارين. دا تشوفون هذه احلى فقره ما لقيتها بمجمع ثاني ببغداد. يعني هذا باب شقه العفو، وهذا باب شقه، وهذا باب شقه. احسنت. هذا البارتيشن اللي بالنص يفصل الشقتين ذني، وهذه راجعه. بالضبط. دا تشوف واحدة يعني مطلعه الثانيه. ف100 على 100 انطيكم هاي الفقره انا ما شفتها باي مجمع اخر. تعالوا تعالوا. طبعا عن جماليه المكان ووسعه ايش قد هو نفه. استاذ احمد هاي شنو؟ هاي كلها صاله؟ صاله طبعا 9 امتار يعني و80 في 4 امتار و8. ما شاء الله جدا واسع. تعالوا تعالوا بيتكم حياكم. بس تعالوا شوفوا جماليه ووسع المكان ايش حالاته. تشوفون يفتح النفس صراحه. البناء ولا غلطه، الكواليتي يجنن. حبيت ان جبتكم قبل على الصاله لانه اغرمت حرفيا بالوسع مالتها والكبر. بس اذا نرجع شويه راح اراويكم الحمام اللي فاتكم. اوكي انا بقيت قاعده حلت لي القعده. شوفوا هذا المطبخ البارد. بعد عندنا هنا حيكون بي ميني بار. أي. اللي يحب يسوي يعني كديكور. وبعد اريد اراويكم. يلا يلا احلى فقره هاي سد الباب. سد الباب الله حتى لا تطلع ريحه الطبخ. المطبخ البارد. هذا مطبخ البارد، مطبخ الحار. نشوف مطبخ الحار. اي شوفوا هاي لعبتي. هاي كل ست بيت تحب فقرة المطبخ. واحلى شيء انه مطبخ اكو حار واكو مطبخ بارد. تمام. ابو ناي بعد تعال اكو شغله فوتها. تعال انتوا ليش عبرتوا هذا الحمام الجميل؟ تعال ابو ناي صور لي باع الجمال. يعني هذا يعتبر مال خطار استاذ احمد. ايه هذا حمام منعزل وبروحه وكلش حلو. بالضبط. نرجع. تعال تعال نشوفكم تعال باقي أبو الشغل. تعال ابو ناي حياك الله. تعال تعال تعال. دراويكم طبعا المساحه ايش كبرها. ممر واسع. دا تشوف ايش كبره يعني. بصراحه احنا من نقول نظام شقق عاده المتلقي يفهم انه خنقه او يحتصر او ما حلو صح لو لا. بالضبط. بس هنا يعني ابد مو خساره بصراحه. من اخذنا انا وفهد شقتين. ليش؟ لانه نفها لدرجه لا توصف، حتى الاطفال يتونسون بها. تعال ابو ناي خليه يعرفنا استاذ احمد. اراويك انت والمتابع الكريم. هذا اللوندري روم. هذا مكان الغساله. تمام. هنا عندنا هنا حمام اكو حمام مشترك. حلو. تمام. وهنا عندنا الستور مخزن. حلو. بس اللي حيعجبك كلش ايه
اللي هي غرفه الماستر. ماستر روم، هو هذا اللي انا متشوقه له. تعالوا. المفاجاه صدق. هاي فعلا مفاجاه، مثل ما ذكر استاذ احمد، احلى شيء بالشقه هو هذه الغرفه. تجنن الماستر روم ولا احلى. هاي شنو كانه شفت روبرتو كافالي لو تشاقون. مو شقه، مو طلع مو شقه الموضوع. تعالوا. باعوا الجمال، باعوا تشوفون. ركز لي على ورق الحائط ابو ناي، الله لا يصغرك. شوف الجمال، شوفوا التفاصيل ايش قد مهتمين بيها الزغيره. عافيه، هاي خذ لي اياها زوم ارجوك. تجنن التفاصيل الزغيره، مهتمين بيها ومعاي فيها، وهي هاي اللي تنطي روح وجمال لاي مكان حابين تقعدون بيه او حابين تستثمروا. تجنن استاذ احمد، تجنن حرفيا. تعال ابو ناي. ايه ابو ناي، تعالوا مشاهدينا شوفوا هذه كلها دريسنج روم. خلينا نسال استاذ احمد، هاي ايش قد مساحتها؟ يعني حجمها تقريبا مترين في 3 امتار ونص. حلو. كلها دريسنج روم. حلو ممتاز. وياها الحمام، يعني عندنا حمام طبعا من عندها للحمام. هاي المساحه بغض النظر عن الحمام كلها تكون الماستر. حلو حلو. تشوفون الخصوصيه، الوسع بالمكان، نفه مريح. يعني كانت والدتي تقول لي عنده اطفال ما ينفع يقعد بشقه. لا بالعكس، بس على الجمال اللي دا اشوفه بيت متكامل. بيت. ايش قد مساحتها استاذ احمد ذكرني؟ هذه 221.88. حلو. تشوفون نطلع للبلكونه؟ لا بعد عندك غرفتين. بعدك غرفتين؟ طبعا. انا حوالي خلصت. انا شفت الغرفه الماستر. هذه الماستر، وبعد عندنا خلص عيني امتلت، نسيت. هذه الغرفه الاولى. شوفوا هاي الغرفه الاولى، هم كبيره ما شاء الله ونفها حلوه. وعلى فكره هاي بعد يعني الاثاث ما مكملي. مشاهدينا بعد كل واحد يأثث على ذوقه مثل ما هو يحب ويريد. وهذه الغرفه وهاي الغرفه الاخرى. تفضل استاذ. تفضل ابو ناي. تجنن تجنن، واكرر هم كبيره ونفها وما شاء الله كلش حلوه. متابعيني، مع كل غرفه اكو بالكون. هذا البالكون الوسطيه مطله عليها جميع الغرف. حلو. يعني تقدرين تطلعين من عندها من غرفه الضيوف، من الغرفه الماستر، وذني الغرفتين مطله عليها. حلو. كل الطرق تؤدي الى بالضبط. والفيوات اللي موجوده بيها كلش حلو. يعني احنا عندنا بين بنايه وبنايه 35 متر. بس ركزوا لي متابعيني على البعد بين البنايات. بالضبط. وهذه كلها حتكون مساحات خضراء. زين اوكي. والبارك؟ البارك هذا حيكون انه عندنا 9 مداخل ومخارج. هذا يعني ركز عليه ابو ناي. هذه النزله عندنا من عندها 9 مداخل ومخارج للبارك اللي هو اندر جراوند. جمال المكان وعلى مساحه المشروع كلها هذه حتكون مساحات خضراء. واذا تنتبهون على نظام البناء فإن بتوين، يعني ماكو بنايه مقابلها بنايه. صح. يعني اذا توقف هنا شوف بين البنايتين ذنيك هنا، صور لي ابو ناي. شوف هذا كله فيو، كله خضار حيكون. وهذا اللي يميز المشروع عن غيره بصراحه. بالضبط. هذا اكثر شيء يتميز. يعني صراحه تروحون للغرفه الماستر قلبكم ينفتح، تجون لهاي الصاله قلبكم ينفتح اكثر. كلش اليوم استمتعت بهاي الجوله، كلش فرحت، لانه كان على بالي لما يحجون سابقا اقول يمكن ما راح يطلع مثل ما اني احب واريد. والله طلع مثل ما اني احب واريد، اذا مو اكثر. يعني حتنسكن حتصعد الاسعار اكيد. صح، مو تجاريه طبعا. تحسها مشتغليها صح. يعني راعي المشروع مشتغلها كانه البيت 1,000,000%.